أنا اللي ضحكت على شعب المغرب بحاله، موتت جوزي ودفنته في الجراج لمدة 11 سنة ومحدش عارف حاجة. قضيتي عملت ضجة كبيرة في المغرب، عملت نفسي بدور عليه في السوشيال ميديا وكل البرامج، والشعب تعاطف معايا وانا اصلا مجرمة متسلسلة. انا راضية من المغرب. جوزي اسمه عزوز، عشت معاه على الحلوة والمر. كان شغال عامل صباغة، وقفت جنبه من الصفر لحد ما وقف على رجليه وبنى بيت كبير. خلفنا 3 ولاد والدنيا بينا كانت جميلة، ما كانش فيه بينا مشاكل او خلافات لحد يوم 12 مارس 2012 قدمت بلاغ باختفاء عزوز. لما الشرطة سألتني امتى اخر مرة شفت جوزك، قلت لهم قبل ما يختفي ب 24 ساعة قبل ما يروح شغله. قلبت الدنيا عليه وسألت كل الناس، وبقيت امشي ادور عليه في الشارع مع الشرطة، واطلع على السوشيال ميديا ادور عليه واعيط واقول للناس انا خايفة يكون حصل له حاجة. محدش كان عارف عنه حاجة ولا الشرطة قدرت توصل له. بقيت كل فترة اروح مركز الشرطة اسأل عليه، يمكن يكونوا لقوه. ده عشرة 33 سنة يا ناس، ما بقتش قادرة اعيش حياتي من غيره. من كتر زعلي على جوزي جالي السكر والضغط. بعد 6 سنين من اختفاء جوزي ابني اختفى كمان، وقلت للناس انه سافر الجزائر. فضلت انشر صور جوزي لمدة 11 سنة يمكن حد يلاقيه. بعد فترة جوزت بنتي بوسينة عشان اشيل همها من عليا. بنتي خلفت، بقى عندي احفاد ولسه بدور على جدهم. لكن يشاء القدر ان بنتي تموت بالسكتة القلبية وتسيب لي عيالها عشان اربيهم. الحقيقة اتكشفت وكانت مفاجأة وصدمة لكل الشعب المغربي في يوم 31 مايو 2023 لما اخويا ضميره أنبه، وكان طول الوقت بيشوف عزوز في الحلم. بس الحقيقة عشان احنا اختلفنا على الورث راح للشرطة واعترف عليا انا وهو اني موتت جوزي بمساعدته بعصاية خشب على دماغه لحد ما مات، عشان كان بيضربني وهو سكران وبيخوني كل ساعة والتانية. وقال لي كمان انه عايز يتجوز عليا. ما هو مش بعد ما وقفت جنبه لحد ما بقى معاه فلوس يتجوز عليا؟ بعد ما خلصنا عليه دفناه في جراج البيت. ابني كمان موته لانه كان عايز يبلغ عني انا وخاله، وما كانش في ايدي حاجة اعملها غير اني اخلص على ابني. دفنته جنب ابوه في جراج البيت. الشرطة وصلت البيت وحفروا في الجراج ولقوا جثة جوزي وابني شريف. والناس بيتهموني اني مش بعيدة اكون موتت بوسينة كمان، لانهم شايفيني سفاحة. ضحكت على شعب بحاله لمدة 11 سنة. لسه التحقيقات شغالة وما صدرش حكم في حقي. تفتكروا المفروض يحكموا عليا بايه؟